اهلا وسهلا بحضراتكم. رمضان صبحي في بيراميدز. وانا من اسبوعين عملت فيديو لحضراتكم وقلت لكم الكلام ده، بس قبل ما اكمل الموضوع واقول لكم ازاي ده تم، اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو ادعمني بلايك. فتش عن الغزولي. فتش عن الغزولي. مين الغزولي؟ كلنا عارفين، وانا قلت قبل كده السيد تركي آل شيخ. هو ده بتاع المسدات بتاع اللعيبه وبورصه لعيبه الكره المصريه. اي لعيب هتسلط عليه الاضواء او يظهر نجم ويبدا يعلى، طبعا الغزولي مش هيسيبه. وانا قلت الكلام ده، والموضوع كان ليه ابعاد تانية خالص. اولها ان كابتن رمضان صبحي نسيب كابتن شريف اكرامي، ولما الاهلي اتصرف في موضوع ملف كابتن شريف اكرامي بانه سابه يروح للبيراميدز، وكابتن شريف اكرامي كان متخيل ان النادي الاهلي هيتمسك بيه، وبصراحه احنا اشدنا بموقف الطرفين، والاثنين اتصرفوا بمنتهى العقل، وكل واحد شاف مصلحته فين وقام بدون اي مشاكل. بس كابتن شريف اكرامي كان متوقع بقى غير كده، كان متوقع ان هي سلسله لاحداث عبد الله السعيد وحسام عاشور واحمد فتحي، والمواضيع اللي هي بتنشا وتعمل اثاره وبلبله في النادي الاهلي. فلما الموضوع عدى كده من غير اي مواضيع وغير اي اثاره، فطبعا استنوا الفرصه لما تيجي بتاعت رمضان صبحي، وما يفوتوش الفرصه دي من ايديهم، ويردوا للنادي الاهلي اللي عمله مع كابتن شريف اكرامي. زي ما كابتن شريف اكرامي شاف مصلحته، ورمضان صبحي كمان هيشوف مصلحته. وزي ما قلت لحضراتكم، طول ما الغزولي موجود سلاح ذو حدين. هو بيخش بالصفقه وبيعليها، يا اما النادي يدفع دم قلبه ويدفع 10 اضعاف سعر اللاعب، يا اما هو ياخد اللاعب. في كلا الحالتين هو النادي اللي خسران، هو مش خسران. طيب، عايز اقول حاجه بقى للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. عايز اقول للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ما تزعلوش، والله ما تزعلوا. خطيب اعتزل، تريكة اعتزل، طاهر ابو زيد اعتزل، علاء ميهوب اعتزل، حسن حمدي اعتزل، صالح سليم اعتزل، طه اسماعيل اعتزل. كل الناس دي بطلت كوره والاهلي زي ما هو. وحسن شحاته اعتزل، وفاروق جعفر اعتزل، وعلي خليل اعتزل، طه بصري اعتزل، ابراهيم يوسف الله يرحمه. فالناس دي كلها اعتزلت، والناس دي كلها اعتزلت من هنا. والله هو هيفضل الاهلي اهلي، وهيفضل الزمالك زمالك، اكبر ناديين في مصر. الانديه يا جماعه مش خزنه فلوس وخلاص. الانديه مش خزنه فلوس وخلاص. فانا بقول لجمهور النادي الاهلي او جمهور نادي الزمالك، لما يحصل معاه الموقف ده ما يزعلش وما يغليش في اللاعب وما يبوظش الفرقه كلها. دي لعبه جماعيه. اللعيب ما بيلعبش لعبه فرديه، مش سباحه، مش تنس، مش شيش. يعني الموضوع لعبه جماعيه. لما انت تيجي لاعب يعني تتجرجر وراه كده في صفقه ان انت تبوظ بيها الفرقه كلها، يبقى لا، تقف زي ما الاهلي كده وقف وساب الموضوع بتاع رمضان صبحي عشان يحافظ على بقيه الفرقه. الخسران في وجهه نظري هو رمضان صبحي، لما يسيب قلعه زي النادي الاهلي ويروح اي نادي تاني مهما كان، او اي لاعب يسيب نادي الزمالك ويروح اي نادي تاني زي قلعه نادي الزمالك، يسيب قلعه نادي الزمالك ويروح نادي تاني. فانا بقول لجمهور الناديين دول، اوعوا تزعلوا على اي لعيب يمضي لاي نادي تاني. هو اللي خسران. الملايين مش كل حاجه، هي بتامن مستقبل لاعب ماشي، لكن هو بيخسر قصادها ملايين حاجات كتير. في ملايين حب الناس دي لا تتعوض، والهاله الاعلاميه اللي هتبقى معموله على اللعيب وهو في الاهلي او في الزمالك دي مش هيلاقيها بسهوله. فانا بقول لجماهير النادي الاهلي، الموضوع عادي جدا، احنا في عالم الاحتراف، وما تخلوش الغزولي يلاعب الانديه المصريه اكتر من كده. اذا كان رمضان صبحي استقر بيه الحال في بيراميدز، فانا بقول له في 100 رمضان صبحي هيطلع في الاهلي، وفي 100 خطيب هيطلع في الاهلي، وفي 100 ابو تريكه هيطلع في الاهلي، ونفس الحال بنادي الزمالك. وهتظل الاهلي والزمالك سواء الاول او الثاني من الفريقين، وغير كده ما بيحصلش، لان جماهيريه وشعبيه نادي الاهلي ونادي الزمالك لا حدود لها. وده كان ملخص كلامي
وبشكركم، وبتمنى اكون استنتاجاتي بتوصل لحضراتكم وتكون صحيحة. شكرا وإلى اللقاء.